انعقد بمقر ولاية جهة الشرق اجتماع مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار برئاسة السيد خطيب لهبيل والي جهة الشرق وبحضور أغلبية أعضاء المجلس الإداري. وتطرق والي الجهة في كلمته إلى الدور المحوري الذي يتطلع به المركز الجهوي للاستثمار، مشيرا إلى التحديات التي تعترض سوق الشغل، لا سيما تأثيرات التغير المناخي. وأكد السيد خطيب أن وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية المصادق عليها من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار خلال فترة 2023-2024 ما زالت دون التطلعات المنتظرة لتنمية الجهة. وقدم الوالي الخطوط العارضة لبرنامج العمل التوقعي لسنة 2025 والذي تضمن محاور رئيسية مثل تعزيز هياكل المركز، دعم ريادة الأعمال، مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، تحسين مناخ الأعمال، رقمنة الخدمات، وتطوير العرض الترابي الجهوي إلى جانب تحفيز التنمية المستدامة والذكاء الترابي. وعن عمل برنامج المركز لسنة 2025 يحدثنا السيد رشيد الرمي المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق. برنامج عمل المركز الجهوي للاستثمار لسنة 2025 كيرتكز على جوج ديال الأساسات. أولها توصيات ديال المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة اللي ركزات على التنزيل الفعلي ديال ورش الله التمركز الإداري، والحمد لله الورش على الاستثمار كان فيه واحد التقدم بحكم انه اليوم كاين تنزيل فعلي ديال معالجه ملف الاستثمار على المستوى الجهوي عبر الجهويه الموحده للاستثمار. وكذلك بدءا من سنه 2025 غادي تبدا المعالجه ديال اتفاقيه الاستثمار على المستوى الجهوي، سواء تلك متعلقه بالمقاولات الصغرى والمتوسطه وكذلك متعلقه بميثاق الاستثمار اللي المبلغ الاستثمار ديالها ما كيتعداش 250 مليون ديال الدرهم. كذلك الشق الثاني واللي ارتكز عليه برنامج العمل ديال المركز الجهوي للاستثمار الا وهو استراتيجيه ديال الموائمه اللي طلقتها وزاره المكلفه بالاستثمار من اجل الرفع من النجاعه ومن الفاعليه ديال المراكز الجهوي للاستثمار كفاعل محوري في المنظومه ديال الاستثمار على مستوى الترابي، واللي كتندرج على 4 ديال المحاور. اولها اليقظه والتخطيط الترابي، الترويج الترابي والمناخ الاعمال، مسار ديال المستثمر من اجل التحسين ديالو والرفع من النجاعه ديالو، وكذلك مسار مخصص للمقاولين وللشباب حاملي المشاريع. وكذلك تكلمنا على الحكامه سواء المركزيه وكذلك بالخصوص الجهويه اللي من شأنها انها اليوم تساهم في الرفع من الفاعليه ديال الاستثمار على مستوى الترابي، والحمد لله هذا الشيء كامل باش نحققوا الاهداف اللي مسطره على مستوى الاستراتيجيه الوطنيه ديال الاستثمار اللي كتهدف لخلق 500 ألف منصب شغل و550 مليار درهم تاع استثمارات على المستوى الوطني. واللي جهه الشرق عندنا واحد النصيب مهم الا وهو خلق ازيد من 50 ألف منصب شغل وجلب ازيد من 55 مليار درهم تاع الاستثمارات فوق 2026. وفي ختام هذا الاجتماع وافق المجلس على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال المتعلقة ببرنامج عمل المركز ومشروع ميزانيته لسنة 2025.